لو انت عربيتك سيات او فولكس او سكودا او اودي فاكيد غطا الزيت عندك زي ده مكتوب عليه كاسترول، وتوكيل العربيه عندنا بيحط زيت توتال. فانت لما خرجت من التوكيل قلت بقى انا هحط زيت كاسترول زي ما هو مكتوب على الموتور وزي ما مكتوب في الكتالوج. مبروك عليك، انت استخدمت زيت غلط، وتعال اقول لك ليه. مبدئيا الكلام اللي هقوله ده ينطبق على الموديلات من 2008 وانت طالع، فلو انت عربيتك قبل 2008 فالكلام ده مش ليك. ثانيا في حاجه اسمها مواصفه اليورو، واحنا لحد دلوقتي وصلنا لليورو 6. العربيات المطابقه لمواصفات اليورو 5 واليورو 6 زي العربيات الجديده اللي بعد 2008 بيبقى فيها انظمه عوادم متطوره شويه عشان تقلل الانبعاثات وتحافظ على البيئه. فسيادتك لما بتحط زيت مش متوافق بتضر منظومه العادم دي، وكمان بتضر الموتور وانت مش واخد بالك، ومع الوقت هيحصل سدد في منظومه العادم وتخرب. تعال بقى اقول لك ازاي انت ضريتها لما حطيت زيت كاسترول او اي زيت تاني مش متوافق. ثواني بس، انا مش بقول زيت كاسترول وحش، بالعكس ده من انضف الزيوت اللي موجوده في السوق، بس في حاجه مهمه لازم تاخد بالك منها، وهي مواصفه الإيسيا او مواصفه اتحاد مصنعي السيارات الاوروبيه. التصنيف ده هو اعلى وادق تصنيف للزيوت، اعلى من الاي بي اي بتاع معهد البترول الامريكي. التصنيف ده بقى بيقول ايه باختصار؟ بيقول ان الزيوت اللي مواصفتها سي 3 او اللي فيها حرف سي بشكل عام بتبقى متوافقه مع عربيات اليورو 5 واليورو 6 وعلب البيئه بتاعتها. وانت لو كملت قرايه في الكتالوج اللي مكتوب فيه تحط زيت كاسترول ده، هتلاقي مكتوب فيه ان انت ما تستخدمش زيت لا يقل عن مواصفه الاي بي اي اس ان، اللي هي بالمناسبه كل الزيوت بتحققها تقريبا. والاهم بقى يكون المواصفه بتاعته ايسيا سي 3، وكمان لو عربيتك احدث خصوصا في بعض موديلات الاودي ممكن تبقى ايسيا سي 5. طب انت بقى لما حطيت الكاسترول اللي هو الجيركن ده، انت كده عملت ايه؟ انت حطيت زيت مواصفه الايسيا بتاعته A3B4، يعني زيت فيه اضافات اعلى. منظومه العادم والموتور بتاع عربيتك مش مصمم ان هو يتعامل معاها، وبالتالي في ظروف التشغيل القاسيه لما الزيت يحصل له تبخير المواد الزياده دي هتخرج مع العادم وتترسب على علبه البيئه وتبوظها، وده اللي هيحصل في عربيتك بعد 100 او 200 الف كيلو، وتبدا الرواسب تزيد في الموتور وتبقى مستغرب من اداء عربيتك بيقل مع الوقت ليه. عشان كده التوكيل بيحط زيت صح وانت بتحط زيت غلط.